اهلا وسهلا بيكم يا حلوين. النهارده عملت لكم فكره اضاءه شتويه وبسيطه قوي وشيك بجد، ما خدتش مني اي وقت. شوفوا ازاي عملتها وتابعوا معايا الفيديو للاخر. هستخدم هنا كده برطمان ازاز باي حجم انتوا حابينه. هبدا كده ان انا استخدم شريط التيب الشفاف وهثبت عليه هنا كده اللي هي خلل الاسنان دي زي ما انتوا شايفين كده. نحاول ان احنا نخلي مسافات بينهم متساويه. بعدين هقص الشريط بقى من البكره وهثبته كده هنا على البرطمان زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهو. وبعدين بقى كده هنا استخدم شريط دانتيل بلاستيك وهبدا كده ان انا اثبته من فوق البرطمان، وهسيب حته ازاز صغيره عشان يعني احافظ على شكل البرطمان، وده برضو هيدي شياكه ليه. وهعمل هنا كده هزين الطرف بتاع الشريط ده كده من فوق بالشريط من خرز اللولي بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. وبرضو هعمل بخرز لولي هزين بيه الجزء اللي تحت بالشكل ده. وهستخدم هنا بقى قطعة من الفوم الأبيض زي ما انتوا شايفين عشان نعمل بيها الإيد. هثبت عليها كمان شريط من خرز اللولي زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي بالشمع. بعدين هثبتها على البرطمان عشان أعمل الإيد. وهستخدم قطعة من الفوم الأبيض وهبدأ كده إن أنا أرسم عليها زي أقواس بالقلم الرصاص، وده عشان هنعمل وردة. هبدأ كده إن أنا أرسم أقواس بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين لآخر القطعة خالص. بعدين هبدأ اقص كل الفوم الزيادة حوالين الاقواس دي بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده اهو. بالشكل ده كده اهو زي ما انتوا شايفين. بعدين هبدأ كده بقى ان انا الفها على بعض بالشكل ده اهو عشان تديني وردة. على فكرة دي اسهل طريقة تعملوا بيها وردة، هتطلع لكم بجد شكل كيوت قوي في الاخر. وهلزق الطرف بنقطة شمع وشكلها كيوت قوي اهو زي ما انتوا شايفين كده. ثبت فيها كده ورق عشان اديها شكل حلو. هثبتها على البرطمان. وتعالوا بقى هنا كده اتفرجوا معايا على الشكل النهائي. حرفيا الفكره مخدتش مننا اي وقت خالص زي ما انتوا شايفين كده. البرطمان بجد تحفه بكل تفاصيله، مبقاش برطمان اصلا. يعني تحول من برطمان كنت هرميه في الزباله لفكره كيوت قوي وبسيطه وشيك كمان. وبجد طلع شكله في الاضاءه خطير قوي وكيوت. يعني الكاميرا بجد ظلماه جدا. انا الصراحه اتفاجئت بشكله لان انا عملته من حاجات بسيطه جدا جدا ومن برطمان ازاز بس، وكمان من شويه خامات كانت موجوده عندي زي ما انتوا شايفين. ده شكله اهو. طبعا زي ما قلت لكم في الاضاءه احلى بكتير. حطيت فيه هنا كده حبل ليد وده شكله اهو بالاضاءه بجد تحفه خالص. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. متنسوش دعموني بلايك واشتراك في القناه وتكتبوا لي رايكم. مع السلامه.